أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في قناة أخبار كل يوم. هنقدم ليكم أخبار النادي الأهلي النهاردة الجمعة 27 نوفمبر 2020 قبل نهائي القرن. علي معلول بيخطف لقب البريمو في صراع الجبهات قبل نهائي القرن بالأرقام. ساعات قليلة بتفصلنا عن قمة المتعة الكروية عندما يلتقي قطب الكرة المصرية الأهلي والزمالك في حدث غير مسبوق بنهائي دوري الأبطال خلال المباراة التي تقام اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي. وبيسعى المارد الأحمر لإحكام قبضته على اللقب الغائب عن دولاب بطولاته منذ 7 سنوات، حيث التتويج الأخير في عام 2013 في الوقت اللي بيسعى فيه الزمالك للتتويج بدوري الأبطال لأول مرة منذ 18 عام، حيث كان آخر لقب في الدولاب الأبيض بتلك البطولة في عام 2002. وتعتبر الجبهتين اليمنى واليسرى لكل فريق من أكثر المراكز الحساسة والمؤثرة مع كل نادي خلال اللقاء التاريخي. وقبل النهائي المرتقب استطاع الدولي التونسي ظهير أيسر النادي الأهلي أن يخطف لقب البريمو في صراع الجبهات، وحل محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي في المركز الثاني، بينما جاء عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك والغائب بسبب الكورونا في المركز الثالث، وتبعه حازم إمام ظهير أيمن الزمالك في المركز الرابع، ثم أحمد عيد في المركز الخامس من حيث الفاعلية الهجومية خلال الموسم الجاري. علي معلول شارك في 32 مباراة، سجل 9 أهداف وصنع 7 أهداف. محمد هاني شارك في 38 مباراة، سجل هدف وحيد وصنع 4 أهداف. عبد الله جمعة شارك في 32 مباراة، صنع 3 أهداف ولم يسجل. حازم إمام شارك في 27 مباراة، صنع هدفين ولم يسجل. أحمد عيد شارك في 17 مباراة، صنع هدف ولم يسجل. محمد فاروق بيحفز لاعبي الأهلي قبل نهائي القرن بدرع دوري الأبطال. استعاد محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق ذكريات تتويجه بدوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي من قبل لتحفيز لاعبي الأهلي قبل نهائي القرن المرتقب، والمقرر إقامته على استاد القاهرة الدولي في تمام 9 مساء. ونشر فاروق عبر حسابه الشخصي على تويتر صورة له مع درع دوري الأبطال وعلق عليها "معاك يا أهلي". وخطف نهائي القرن القلوب والعقول على مدار الأيام القليلة الماضية بعدما تقرر تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا ولدواعي أمنية، قبل أن يتم الاستقرار في النهاية على إقامة مباراة الليلة بين قطبي الكرة المصرية باستاد القاهرة الذي تقرر إقامة المباراة فيه بدلا من استاد برج العرب بسبب الأمطار. وتعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقين من دولة واحدة. ويطمع المارد الأحمر لحصد اللقب التاسع في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد النجمة السادسة في تاريخه. الأبراج تحذر موسيماني قبل نهائي القرن لا تتهور، وباتشيكو نتائج إيجابية. ساعات قليلة بتفصلنا عن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال المقرر إقامتها في 9 من مساء اليوم باستاد القاهرة. ويدخل كل مدير فني للفريقين ولديه طموح وسعي لتحقيق الفوز والتتويج باللقب، لكن الأبراج لها رأي آخر. باتشيكو يتولى باتشيكو تدريب الزمالك وهو من مواليد برج السرطان، حيث أنه ولد في 22 يوليو عام 1958. وتبشره الأبراج بأنه سيحقق نتائج إيجابية لمصلحته اليوم، ويندفع في تنفيذ مشاريع معلقة منذ فترة طويلة، كما أنه محظوظ لامتلاك الطاقة الفائضة. موسيماني في المقابل بتحذر الأبراج وعلماء الفلك بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، والذي يعد من مواليد برج الأسد، حيث أنه ولد في 26 يوليو عام 1964. وتقول له الأبراج أن لديه فرصة ذهبية،
وعليه ألا يهدرها بقرار طائش أو متسرع لأنه قد يندم عليه. كما تنصحه الأبراج بألا يغامر وألا يتعدى الحدود الحمراء، بل عليه أن يمتلك يدا حازمة في أي قرار يقوم به اليوم، كما أنه ليس الوقت المناسب للهدوء. أمير توفيق بيدعم القلعة الحمراء قبل نهائي القرن، يا رب النصر للأهلي. تضرع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بالدعاء من أجل تتويج القلعة الحمراء باللقب القاري المرتقب، حيث يستعد الأهلي لخوض مواجهة مصيرية وحاسمة أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك مع دقات الساعة 9 مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري الأبطال. وكتب أمير توفيق عبر حسابه الشخصي على تويتر: يا رب النصر للأهلي.